صديقي الإنسان، ازيك؟ عامل ايه واخبارك ايه على سطح كوكبنا القمر العسل ده؟ اتمنى يا رب تكون بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اغلى 9 قطط في العالم. لا 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 يا اسلام، مش القطط دول. احنا هنتكلم عن القطط الصغيرة، مش القطط الكبيرة. القطط بمفهومنا الطبيعي اللي بيقولوا مياو. وهنعرف مع بعض اسعار كل نوع من ال9 انواع بالدولار، وكمان في انواع غريبة وخصوصا بقى قطة ابو الهول. عشان كده يلا بينا ومن غير كلام كتير ندخل في الدهليز على طول ونتعرف على اغلى 9 قطط في العالم كله. بس زي ما احنا متعودين صديق الانسان، قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من معلومة غريبة عن حيوان. صديق الانسان، من المعروف ان القطط هي واحدة من اشهر الحيوانات الاليفة بالنسبة للبشر من زمان جدا. وفي ال50 سنة بقى اللي فاتوا سلالات القطط زادت كتير، سواء القطط المهجنة أو القطط اللي لسه بنكتشفها لحد النهاردة. عشان كده النهاردة جبنا قائمة فيها أغلى 9 أنواع من القطط اللي موجودين في العالم كله، ويلا بينا نبدأ. رقم 9، ماين كوين. النوع ده من القطط ممكن يوصل طولها مع الديل ل 120 سنتيمتر تقريبا، ووزنها كمان بيوصل ل 8 كيلو جرام. السلالة دي من القطط مش معروف تاريخها بالظبط وغامض جدا، وفي حكايات وقصص كتير اتقالت عنها. لكن أشهر قصة فيهم والأقرب للواقع واللي اتذكرت في مصادر كتير بترجع لسنة 1793 لملكة فرنسا وقتها الملكة ماري. القصة بتقول إن قبل إعدام الملكة حاولت تهرب للولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة البحار النقيب سامويل كلوف، وقبل ما تركب السفينة خدت معاها أغلى ممتلكاتها من الذهب والألماظ، وكمان 6 قطط من النوع أنغورا التركية أو القطط السيبيرية. وبالرغم من إن خطة الهروب دي فشلت طبعا والست دي كمان اتعدمت، إلا إن القطط بتوعها قدروا يهربوا. ال6 قطط وصلوا بأمان لشاطئ ويسكاسيت في ولاية ماين الأمريكية، واللي خدوا طبعا اسمهم منه بعد كده. القطط دي اتزوجت هناك مع قطط محلية شعرها قصير، وده اللي جاب لنا سلالة ماين كوين اللي كلنا نعرفها النهاردة. القطط دي بقى بتحب الفيران جدا، وعندها عيون كبيرة ودان أكبر وفرو ديل كثيف، علشان كده بتقدر تتكيف مع الطقس البارد. وبالرغم من ان حجمها ما شاء الله زي الجاموسه، الا انها قطط ودوده جدا ولطيفه جدا ومش عنيفه خالص. والنوع ده من القطط غالي جدا، وبيوصل سعر القط الواحد فيه ل$1000. رقم 8، بريتش شورت هير او القط البريطاني قصير الشعر. النوع ده من القطط جسمه قصير ورجليه كمان قصيره وراسه كبيره ومدوره. القطه دي عندها رقبه تخينه وقصيره، ودانها برضه قصيره. عيونها بقى كبيرة ومدورة ومتباعدة، ولونها نحاسي زي البومة العقابية كده. كمان القط ده ذكي جدا وهادي، وحتى كمان أصواته بتكون هادية مش مزعجة أبدا. ومزاجه حلو وعلى طول رايق، ومفيش حاجة بتقدر تعكنن عليه خالص حتى لو الحاجة دي هي انت. وبالرغم من ان اللون الأساسي للقط ده هو الرمادي، إلا ان حصل تطور في اللون وبقى فيه الأسود والأزرق كمان. النوع ده بيوصل سعر القطة الواحدة منه ل$1100، وممكن أكتر حاجات بسيطة لو ليها نسب قوي. رقم 7 هو الامريكان كات او القط الامريكي او حلايقة الامريكي، كل دي اسماء لنفس القط. النوع ده بقى بيتميز بمظهر فريد وشكله مطوي لورا شوية كأنها عندها قتب، وشكل ودانها جميل بسبب طفرة جينية غير مقصودة. القطط دي قصيرة وشعرها طويل وفروهم ناعم جدا، لدرجة ان في ناس بتقارن فروها بالحرير. سعر القط الواحد من النوع ده بيوصل ل$1300 امريكي، وممكن يزيد كمان. ومادام قلنا القط الامريكي يبقى على طول لازم يجي في رقم 6 القط الروسي الازرق. حتى في القطط بيتخانقوا. النوع ده مشهور بلون فرو الفضي الممزوج بالازرق، وعيونه الخضراء او الزرقاء او الفضيه برضه. القط ده بقى فروه جميل وشكله جميل وشخصيته جميله، وبيقدر يتكيف بسرعه جدا على اي مكان بيبقى موجود فيه، وذكي جدا وبيحب اللعب والتنطيط، لكنه في نفس الوقت بيقلق من الناس الغريبه. ناس كتير بتعتبر القط ده هو النوع المفضل ليهم بسبب نعومة فروه وروحه الحلوة. أول مرة اتشاف فيها النوع ده من القطط كان سنة 1875 في كريستال بالاس في إنجلترا، وفي الأغلب بقى إنه دخل لأوروبا مع البحارين والملاحين من دول تانية. النوع ده بيوصل سعر القط الواحد فيه ل$1500 في أرض الحاج بوتين وفي كل أنحاء العالم كله. رقم 5، القط الاستوكلاندي مطوي الأذن. السلالة دي بدأت بقطة واحدة لما شافها ويليام روس سنة 1961 جنب مزرعته، واستغرب وقتها من شكل ودنها اللي نازلة لتحت في اتجاه راسها.
ومع اجيال كتير اتولدت بعد كده اتطورت القطه دي وبقت بالشكل الغريب ده، وهو ده سبب اسمها. والغريب بقى انها لما بتتولد بتكون ودانها طبيعيه جدا ومستقيمه، لكن بعد 11 اسبوع بالظبط بتبدا انها تنطوي وما تقوملهاش قومه من تاني. وزن القط ده بيتراوح من 4 ل 6 كيلو، وشعره كثيف وجسمه قصير وراسه مدوره وعريضه. والقط الواحد من السلاله دي بيوصل سعره ل 3000 دولار. رقم 4 بقى واكتر قط انا بحبه فيهم، الا وهو قط ابو الهول او القط الفرعوني سفنكس. النوع ده من القطط اتهجم في الستينيات ومشهور بانه ما عندوش شعر، لكن الحقيقه انه مش اقرع فعلا وعنده انسجه صغيره جدا على جلده. وبالرغم من انه طفره جينيه الا ان النوع ده مش مريض ومش بيعاني من اي مشاكل صحيه، وصحته احسن مني ومنك وزي الفل. وزن القط بيتراوح من 3 ل 6 كيلو، ومتوسط عمره من 9 ل 15 سنه، والاعمار طبعا بيد ربنا. القط ده من بعيد شكله مرعب ويخوف، لكن الحقيقه بقى انه قط مرح وذكي وبيرتبط جدا بصاحبه، وكمان بيتهزر مع الناس التانيه الغريبه. المشكله الوحيده اللي هتقابلك مع النوع ده هو انه بيتوسخ بسرعه، لانه عنده نقص في الصوف بتاعه، وهتبقى محتاج كل شويه تحميه علشان ما يعفنش. والمشكله التانيه بقى هو ان سعره 3500 دولار. رقم 3 قط بيتر بالب صديق الانسان. لا، مش هو القط الفرعوني سفنكس، ده نوع تاني وفيه اختلافات كتير بينهم هنقولها دلوقتي. النوع ده بيكون حنين وحكيم وطويل، وديله ملتوي ورجليه الاتنين طوال جدا، وعنده كفوف بيضة. القط ده هجين هو كمان، وموطنه الاصلي في روسيا، وما عندوش فرو زي قط ابو الهول، وبيوصل عمره ل 12 سنة. هو فعلا في شبه كبير بينه وبين القط الفرعوني من بعيد، لكن في اختلافات برضه بينهم، واهم الاختلافات دي ان القط ده بتكون الجينات فيه سائده، عكس القط الفرعوني اللي بتكون فيه الجينات متنحيه. ومختلفين في شكل الراس والعيون والشارب والاذن وكمان الجلد. وسعر القط الواحد من السلاله دي بيوصل ل 3700 دولار. رقم 2 القط الفارسي او القط الشيرازي زي ما معروف بين الناس. السلالة دي مش معروف تاريخها بالظبط، لكنها القطط الأكثر شعبية في أمريكا الشمالية إن ما كانش في العالم كله. النوع ده شعره كثيف جدا وناعم جدا جدا جدا، وليه ألوان كتير جدا. القط ده بيكون هادي بطريقة غير طبيعية، يعني ممكن تسيبه على الكنبة يومين وهترجع تلاقيه لسه في مكانه زي ما هو. لكن ده مش معناه إنهم ما بيحبوش اللعب والتنطيط، هما بس عندهم برستيج عالي بسبب شكلهم الوسيم وفروهم الطويل. والفرو الطويل ده بيتطلب برضه عناية جامدة جدا وتنظيف، وهيقرفك آخر قرف. المهم بقى إن سعر النوع ده من القطط بيوصل ل 5000 دولار في كل أنحاء أمريكا. أخيرا بقى رقم 1 وهو قط السافانا. السلالة دي جديدة، بدأت في الثمانينات من القرن العشرين، وبالتحديد سنة 1986. ودي السنة اللي اتولدت فيها أول قط سافانا، واتسمت بالاسم ده نسبة للموطن اللي اتولد فيه أبوها. النوع ده من القطط بيتميز بطول جسمه رفيع اللي بيوصل ل 40 سنتيمتر، وكمان بودانها الكبيرة وألوانها البني أو الرمادي أو الأسود مع البقع الدائرية البنية أو السوداء، تحسها كده فهد بس على صغير. القط ده بقى بيقدر ينط الارتفاع بيوصل ل 8 قدم تقريبا، يعني قطة رياضية وبتاعة مشاكل وذكية، وبيوصل وزنها من 5 كيلو ل 9 كيلو جرام. القطط دي كمان اجتماعية وبتحب تقعد مع الناس وتلعب معاهم، بس لو قلبت عليك هتزعلك جامد لانها شجاعة وما بتخافش من حاجة. سعر القط ده بقى بيعتمد في الاساس على تصنيف كل قط منهم وجيناته النقية، ومتوزعين ل5 انواع من F1 ل F5. و F5 معناه ان القط ده شايل 11% بس من الدم البري، وده اقلهم. وبيوصل سعر قط السافانا F1 ل 10000 دولار، عشان يبقى ده اغلى سلالة قطط في العالم كله. وبكده يكون برضو خلص فيديو النهارده من معلومة غريبة عن حيوان. صديق الانسان الجميل الحبوب، ايه اكتر نوع قطط حبيته من قائمة النهارده؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وان شاء الله استنونا في حلقات جاية اقوى وامتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.